اليوم موضوع دسم شوي يا جماعة. في قصيدة لشاعر توفى الله يرحمه اسمها فرحان دبلنز. أنا ما أدري من وين أبدأ الموضوع الصراحة، من كثر ما هو محمسني إني أتكلم، ومن كثر ما قيل بهالقصيدة، ومن كثر ما فسروا قصيدته. البارحة عين عيوني أنا من، واليوم من بعد السهر وضعه نسي، من كثر ماهن للصباح يتحرن، نجضة قلوب مواجهن والحدقني إلى آخر القصيدة راح أتكلم عنها بالتفصيل. طبعا الشاعر فرحان الله يرحمه يقولون إنه عي يفسرها. من يوم ما تسمع القصيدة يطري على بالك وش يقصد الشاعر، وش تفسير هذه القصيدة. أبى أحط لكم بعض الردود قالت عن هالقصيدة، وأكثر معنى يدور أن هذا الشاعر كان عنده قصة زواج وما زواج. القصة هذه مي بصحيح. أنا ما أعرف الشاعر الله يرحمه ويغفر له، ولا أعرف حتى أحد يعرفه، لكن بجيب الأبيات اللي تدل أن قصة الزواج هذه غير صحيحة، وفي قصة ثانية وفي تفسير لها ثاني. أصنف القصيدة هذه أصعب قصيدة ما حد فسرها. يعني حتى قصيدة ناصر الفراعنة المشهورة ناقتي يا ناقتي فسروها كثير، وهمهم سعد بن جدلان قال الناقة معناها النية، فسرها يعني انتهى الموضوع. والقصيدة هذه صراحة متكاملة يعني من جميع النواحي. بغيت معنى، المعنى صعب انك تجيبه، وهذا الدليل الشعري. بغيت مفرداتهم، بغيت سلاسهم، السهل الممتنع، بعد مزيج بين الحداثة وبين الشعر الأول. هذا الشعر الله يرحمه ويغفر له لو انه كمل اعتقد انه راح يكسر الدنيا. راح اخذ منها مقتطفات. يقول البارحة عين عيوني أنا من، واليوم من بعد السهر وضعه نسي، من كثر ماهن للصباح يتحرن، نجضة قلوب مواجهن والحدقني. يعني شوف الشطر هذا يدل لك قوة المفردات عند هذا الشيء. الرجل وضح لك من مطلع القصيدة أن عنده مشكلة بسببها عجز ينام، وحط حرته بهالقصيدة. فيها حتى قال مدري أطاوع من وأعصى على من، أصبحت ما أخذت قرارا نهائي، متحير ما بين مبدي وما كني مصدق شيء ومكذب شيء، واللي نبي ما هو على ما يبنهن، وأقول ما هي لو إنها هي، ما غير أعيد الذاكرة وأتفطن في حاضري واللي فعلته بماضي. الأبيات هذه تدور بعد الرجل يمشي حول المشكلة، يعني ما جابها 100% إلى الآن. وبجيب البيت اللي الآن الناس كلهم قالوا سالفة الزواج بسبة البيت، الناس فسروا قالوا إنه زواج وما زواج، وأنا أقول الكلام هذا ما هو بصحيح. يقول من غربة الحاصل عظامي تثنن، عجزني يشدني على الأرض رجلي، اللي ذهل عقلي وخلاني ينجن، خطية الميت يعذب بها حي. شلون يقول؟ يعني يقول من غربة الحاصل عظامي تثنن، عجزني يشدني على الأرض رجلي، واللي ذهل عقلي وخلاني ينجن، خطية الميت يعذب بها حي. الناس مسكوا الشطر هذا قالوا انه يقصد احد يعني مات ولا علم او حاجه زي كذا. هذا كلام غير صحيح. هو ما يقصد بشر اصلا بالبيت هذا، ما يقصد بشر ولا يقصد انسان، يقصد شيء ثاني. دليلي البيت اللي بعده، الميت اللي مات مبطي ولا دفن، جنازته بلوى ومناش هبلي. كيف بيقول عن بشر هذا الكلام؟ وان قلت هذا كيف كان وتكون، سجل علي اكثر من اللي غدا لي. يقول لك ما اقدر اتكلم، شاعر معلمك يقول ما ابغى افسر. وصل لاخر بيت من القصيده وقال مالي سوى صبرا على سالفتهن، لو انها تجرح وتذبح وتكوي ما له الا يصبر. للامانه ودي اقول اللي ببالي حتى اشوف ردود الناس، هل كلام ماجد صحيح او لا بالمعنى اللي هو عنده، لكن بنفس الوقت الرجل توفى الله يرحمه وهو رافض انه يفسر. فليش انا يا ماجد اطلع الحين واقول ترى يقصد كذا وكذا؟ هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، طيب ليش تكلمت على موضوع الزواج هذا؟ لأن كل الردود تحصلونها بكل مكان، كل الردود حول موضوع الزواج غير صحيح. إنه راح وتزوج لوحده أو حبها وبغى يتزوجها وقالوا مستحيل إنك تتزوجها لأسباب ما. مستحيل هذه، شيلوها مرة. حتى بالسوالف الثانية بعد واحد يقول صار حادث مدري وش ولده وذا، كلها غير صحيح. تفسير القصيدة يدور حول معنى غير البشر. السلام عليكم.